السلام عليكم، ازيكم مرة تانية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو النهاردة هكلمكم فيه عن تليفون اسطورة، تليفون نازل من شركة شاومي، فعلا اسطورة. التليفون ده شاومي 14 تي برو. شاومي عاملة التليفون ده بصراحة وانا حاسه ان هي عملته غلطة من كتر الامكانيات اللي هي حطاه في التليفون ده. من غير رغي كتير بقى ندخل في تفاصيل التليفون على طول. طبعا زي ما عودتنا شاومي، اول ما تشتري العلبة وتفتحها هتلاقي فيها كل حاجة تحتاجها، بحيث ان انت ما تصرفش جنيه تاني بعد ما تشتري التليفون. هتلاقي طبعا سكرين للشاشة، وهتلاقي جراب للتليفون، وهتلاقي راس الشاحن والسلك اللي هو الكابل بتاع التليفون، وطبعا الكتالوجات والدبوس المعدني والكلام ده كله. بعد ما خرجنا بقى التليفون من العلبة هنلاقي التحفة الفنية اللي احنا شايفينها دي. مبدئيا التصميم بتاعه زي ما احنا شايفين كده، تصميم مختلف تماما عن الاصدارات اللي فاتت. وبالمناسبة بيجي بأشكال كتير، زي رمادي تيتانيوم، أزرق تيتانيوم، أسود تيتانيوم. والخامات بتاع التليفون ده خامات من الزجاج، وكمان الفريم بتاع التليفون ده جاي من المعدن، فده طبيعي بينعكس معانا في الوزن. وزن التليفون ده هتلاقيه 209 جرام، برضو الوزن مش تقيل قوي، بس ده بسبب الخامات المستخدمة في التصنيع بتاع التليفون ده. وكمان نزود عليها حاجة تانية، ان الخامات الداخلية بالكامل من الألمنيوم، عشان تحمي التليفون طبعا من اي حاجة سواء من جوه او من بره. واللي بيسأل عن شهادة الحماية ضد الماء والغبار، التليفون ده معاه شهادة ان هو محمي من الماء والغبار IP68. نيجي بقى نبص على الشاشة بتاعة التليفون ده. التليفون ده جاي بشاشة مسطحة بحجم 6.67 من 100 انش من نوع اموليد، وبتردد 144 هرتز، وبتدعم الفول اتش دي بلس، وبتدعم ال HDR10 بلس، وبرضه بتدعم الدولبي فيجن، وسطوع تحت الشمس بيوصل ل 4000 نتس. فانت معاك بصراحة شاشة من الشاشات الممتازة اللي موجودة في السوق، ولو ما كانتش فعلا من احسن الشاشات اللي موجودة في السوق، سواء بقى انت بتتفرج على محتوى او بتلعب عليها جيمز او بتتصفح عادي. شاشة هتلاقيها سلسة معاك في كل حركة انت بتعملها فيها، وطبعا عليها طبقة حماية من كورنينج جوريلا جلاس الجيل الخامس. وبما ان الشاشة من نوع اموليد، فالبصمة حاطينها تحت الشاشة، والبصمة بصراحة ممتازة جدا، من اول ثانية هتلاقيها لقطت معاك من غير اي مشكلة. والجميل بقى في التليفون ده كمان ان هم حاطين لك سماعات ستيريو سبيكر بتدعم الدولبي اتموس، سماعات ممتازة جدا، وكمان صوتها قوي جدا ونقية جدا. في كل التجارب اللي انت هتخرجها من التليفون ده، سواء ألعاب سواء مشاهدة سواء أي حاجة، هتطلع من التليفون ده ممتازة بصراحة. ندخل بقى على الأداء بتاع التليفون ده. التليفون ده جاي بمعالج من ميديا تك، وهو دايمنستي 9300 بلس. المعالج ده بتكنولوجيا 4 نانومتر. المعالج ده يقدر يشغل لك ببجي على اعلى اعدادات موجودة في اللعبة، اعلى اعدادات اللي هي 120 فريم، ولو في اعلى من كده هيشغل لك اعلى من كده كمان، وهيشتغل معاك بسلاسة من غير ما تلاحظ ان في اي تقطيع في اي فريمات ممكن تحصل. معالج ممتاز جدا بصراحة. ومش ببجي بس، على فكرة اي لعبة انت بتلعبها ايا كانت ايه هي هتشتغل معاك باعلى اعدادات في اللعبة دي. وطبعا جاي بواجهة شاومي اللي هي هايبر او اس، اللي هي احدث حاجة زائد اندرويد 14. الجميل بقى ان التليفون ده جاي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، سواء من شاومي او من جوجل. ففي فيتشرز كتير تقدر تستخدمها هتسهل عليك حاجات كتير قوي، سواء في الايديتنج في الصور او الفيديوهات، او اي حاجة انت عايز تعملها في الكتابة مثلا. في اي حاجة انت عايز تعملها في التليفون تقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي اللي موجود في التليفون ده، في ثانية هيخلص لك اللي انت عايز تعمله. نتكلم بقى عن البطارية ونقول ان هي جاية بقوة 5000 ملي امبير، تقعد معاك 8 ساعات سكرين اون. ده لو انت بتستهلك التليفون ده خلال ال8 ساعات ما سبتوش لحظة. ولو خلصوا في ال8 ساعات فانت معاك شاحن بقوة 120 واط، هيشحن لك التليفون كده. ده غير كمان ان التليفون بيدعم الشاحن اللاسلكي بقوة 50 واط، بس ده علشان خاطر يشتغل معاك بقوة 50 واط لازم تشتري الشاحن اللاسلكي الخاص بشاومي، مش اي شاحن لاسلكي تاني. لحد هنا انا شايف بصراحة التليفون بيقدم كل حاجة ممتازة. ندخل بقى على نقطة الكاميرات. شركة شاومي تعاقدت مع شركة لايكا علشان خاطر يحطوا لك في التليفون ده كاميرات احترافية، عشان تاخد منها احسن صورة ممكنة في اسوأ الظروف وبرضه في احسن الظروف. بصراحة
الكاميرات بتاع التليفون ده ممتازة فوق ما تتخيل. التليفون جاي ب3 كاميرات في الخلف زائد فلاش. الكاميرا الأساسية بحجم 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.6 بتدعم لايت فيجن 900 وفيها مثبت بصري OIS. وكمان العدسة التانية بحجم برضو 50 ميجا بكسل دي برضو فيها مثبت بصري، دي بفتحة عدسة 2. العدسة التالتة بحجم 12 ميجا بكسل دي علشان خاطر تصور لك تصوير واسع. والكاميرا السيلفي بحجم 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 2. زي ما قلت لك انت هتاخد احسن صورة من الكاميرات دي، الكاميرات الاربعة، ال3 الخلفيين والسيلفي كمان. احسن صورة ممكنة انت تقدر تلقطها ده هيكون من خلال التليفون ده. وكمان الفيديوهات بيصور لحد 8K و 4K من 30 لحد 60 فريم في الثانية. وانا بتكلم برضو على الكاميرا السيلفي و3 الكاميرات الخلفية. الكاميرا السيلفي برضو بتصور 4K، فتجربة تصوير ممتازة هتاخدها من التليفون ده. الجميل بقى ان التليفون ده طبعا ده مفيش كلام فيه ان هو بيدعم ال NFC، زائد كمان ان هو بيدعم الاي ار اللي شاومي معودين عليه في تليفوناتها. وكل المستشعرات اللي انت ممكن تتخيلها موجوده في التليفون ده وشغاله بصوره طبيعيه جدا من غير اي مشكله. نيجي لنسخ التليفون ده. التليفون نازل بنسختين في السوق، نسخه 512 ونسخه 1 تيرا. الاثنين دول جايين ب 12 جيجا رام زائد 6 داخليه، يعني نقدر ان انت تزود من الرامات ده عن طريق المساحه الداخليه بتاعه التليفون لحد 6 جيجا. فطبعا انت مش هتحتاج ان انت تحط كارت ميموري في التليفون 512 او 1 تيرا، فعشان كده هما ما عملوش مدخل تقدر تحط منه الميموري كارد، عملوا لك شريحتين من غير مدخل كارت ميموري. نيجي بقى لسعر التليفون ده، وده برضو اللي فاجئني ان سعره حلو جدا بالنسبه للامكانيات اللي موجوده فيه. التليفون ده نازل في الامارات بسعر 2550 درهم، ونازل في السعوديه بسعر 2600 ريال، وهتلاقيه في مصر بسعر حوالي 40,000 جنيه. وطبعا السعر العالمي بتاعه 695 دولار. فلو انت معاك المبلغ ده وفعلا عايز تشتري تليفون، فانا برشح التليفون ده ليك جدا. تليفون ممتاز في كل الامكانيات بتاعته. كده تكون وصلت معاكم لاخر الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد قريب جدا. سلام.